السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كالعاده جيت نطرطج معكم واحد لاغوسيت، وهاد لاغوسيت هي اللي كنعملها دائما في رمضان، ماشي رمضان مهم جيت نبارطاجيها معكم. المقادير كالاتي: كاينه الشعريه الصينيه، العطريه، البصله مشلده، الزيتون اللي حتى هو قطعته صغير، الكفته، وعندنا واحد صوص صوجا. هاد الصوجا هادي قلبتها حيت كنلقاو شي وحدين فيهم الكول، هذه ما فيهاش الكول. هذاك الشيء علاش خديت هاد لامارك. ونبداو طريقه التحضير. كيف ما قلت لكم، هذه هي لاغوسيت اللي كندير في المقيله. كنعمل شويه ديال زيت بلديه، انا كنطيب غير بالزيت بلديه، ما عمري كنعمل زيت روميه في الطياب الا كنت غنقلي شي حاجه ولا هكا. المهم انا ديما كندير الزيت البلدي. تقدروا ديروا معها حتى واحد الزبده، مي انا ما بغيتش دابا هنايا نعمل الزبده، عملت غير الزيت البلدي فقط. طريقه التحضير: غادي نديرو فيها البصله مشلده. المهم هاد لاغوسيت هادي ما درتش فيها ديك الفلافل الالوان. هي الا بغيتو ديروا فلافل الالوان كديروها، مي انا هنايا ما بغيتش نديرها. ولكن لاغوسيت اللي من موراها درت فيها حتى هي فلافل الوان. كاين اللي كيعملها دائما، مي انا كنبغي بعض المره ما نديرهاش. صافي كنبقاو هكا نشحروا البصيله ديالنا، نشحروها كنضيفوا عليها الكفته. المهم الكفته راه تحطوها مره واحده ولا تفرتوها، ولا المهم اصلا هي كتفرتت. موراها كنضيفوا التوابل مي كنشحروا شويه هكا البصله بحال هكا، عفوا الكفته كنديروها تشحر مع البصله. انا كنبقى نضرب فيها هكا حتى زعما تقطع مزيان وكتدخل في البصله باش كومسا طيب مزيان. المهم غادي نزيدو التوابل اللي هما: عندك القزبر، عندك السكنجبر، ملحه، الابزار، شويه د الحمراء والثومه. غادي نضيفوها حتى هي، كنضيف كلشي مره واحده وكنخليهم يطيبوا مع بعضياتهم. تدخل العطريه في الكفته والبصله وصافي. من بعد كنكملوا طريقه التحضير. كنديروا واحد معلقه كبيره ديال صوص الصوجا راه كتعطي واحد المذاق زوين في الماكله، سيرتو الا كانت الماركه ديالها مزيونه. دائما صوص الصوجا خذوا الماركه مزيانه، ما تشوفش ديك اللي رخيصه حيت كتكون عامره بلا الكول، وحتى المذاق ديالها ما كيكونش مزيون. وديما خذوا صوص الصوجا اللي تكون فيها تكون مالحه، حيت كاينه الحلوه وكاينه المالحه. صافي كنخليو الكفته طيب ديالنا حتى كطيب، وكندوزو عاوتاني نكملوا طريقه التحضير. هنايا ملي كطيب لنا الكفته وكتشحر مزيان وكطيب، كنجيو كنزيدو ديك الزيتون اللي قطعناه، الزيتون الابيض. تقدروا ديروا حتى الاحمر انا كيعجبني الزيتون الاحمر، هذاك الشيء علاش قلت لكم ديروا الزيتون الاحمر. الحق اغلبيه كيعملوا هذا الزيتون الخضر المقطع. المهم انا كنعمل حتى الاحمر حيت الاحمر كيعجبني بزاف، ولكن قليل فاش كنجبروا مشرمل. شي ديما كنجبروا مشرمل. هنا كنزيد نضيفوا ديك الشعريه الصينيه اللي طبعا فزقناها بالماء الطايب وخليناها واحد دقيقه ولا جوج حتى طاحت، وقطعتها هكا قطعات صغيرين بالمقص وصافي. وكنضيفوها وكنخليوها طيب مع الكفته. هنا يمكن لكم تزيدوا الفرماج، ما تزيدوش، نتوما حرين، تقدروا تزيدوا تقدروا ما تزيدوش. الا بغيتو تخليوها بحال هكا راه كتجي حشوه زوينه وكتجي عامره بالكفته وهكا، ما كتجيش عامره بالشعريه الصينيه. انا ما كنعملش الشعريه الصينيه بزاف، راه نتوما شفتوني شحال عملتها غير شويه باش ما كتجيش هكا البريوه ديالنا معمره غير بالشعريه الصينيه. وحتى البريوه انا راه كنعمل الحشوه بزاف فيها، ما كنعملش شويه ديال الحشوه باش كتجي بريوه معمره مزيان وكتجي شبعانه الماكله. ملي كتعض فيها كتعض الماكله كتجي بنينه، حيت ملي كتكون خاويه راه طبعا كتبقاو تاكلوا غير ديك العجينه ديال الورقه. وطبعا انا غادي ندير الفرماج. عملت الفرماج ايضا صراحه الفرماج راه تجيبها معلكه. تقدروا ديروا حتى واحد معلقه ديال الفرماج ديال الدهن، ولا ديروا هذاك كريمه ديال الطبخ حتى هي كتجي مع الاكله كتجي زوينه. صافي غير الفرماج في هذه الاكله هذه. شوف كنوع، مره كندير فرماج، مره ما كنديرش فرماج، مره كندير كريمه الطبخ، مره لا. المهم كل مره كيفاش كندير باش حيتاش بريوات هي كنعمرهم يا بالكفته يا بالدجاج يا بالحوت. هما الاكلات كنبقاو حنا نوعوا في العطريه والحشوات شنو غادي نضيفوا معاهم. صافي كنخليهم حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، ويوم فوا كتبرد كندوزو نعمروا في البريوات ديالنا.
هنا من بردت لنا بريوات زعما الحشوه ديالنا، غادي نجي نعمل هاد البريوات. صراحه حنايا ما عندناش ديك الورقه اللي كنجبروها في المغرب، ديك الورقه مزيونه. كان عندنا غير هادي، كتلقى باكيه فيها 8 صافي 8 د الورقات. وهاد الحشوه هذه اللي كندير راه كدوز لي بحال بغيت نقول لكم باكيه ونص. وهاد النوع ديال هاد الورقات هادو اون فوا كتفتح خاصكم تستعملهم، حيتاش الا خليتيها راه كتولي كارمه بحال الورقه، كتولي في شكل. فضروري اون فوا كتفتحوها خاصكم تستعملوها كامله. فقلت لكم انايا هاد الحشوه هذه جابت لي 30 بريوه. صافي هنايا غادي نبقى البنات نقطع في الورقه ديالي. طبعا الاتساع اللي غنقطع انا هاد الورقه هذه راه درتها على 3، في الاول درتها على 4 بحق جاوني صغورين. مي هاد الورقه هذه راه صراحه الا بغيتو البريوات يجيو مقادين ومزيونين كنقطع على 3. كنبقى هكا كنقطع فيها حتى كنكملهم كاملين باش كتجيني الطريقه ديال التحضير سهله، باش ما كنوليش نرجع للورقه. حيت هاد الورقه كيف ما قلت لكم دقيقه تكرم، وخصك تستعمل هذيك الساعات باش هكا كنزرب وصافي كنعدلهم. المهم البنات من بعد ما كنساليهم كندوزو نوجد معكم الشابلور. شوف انا بغيت غير نجرب هاد الوصفه ديال الشابلور، انا اصلا ما كتعجبنيش بزاف نديرها. المهم انا عملت هاد الشابلور. المهم خصو يكون شابلور يكون بياض، ما يكونش ديك الصفر واقيلا كيكون ديجا محمر. انا درت هاد الابيض هذا طبعا زلفه ديال الطحين والماء باش كنسدو بها البريوات. وهذا هو شابلور. شوفوا انا عملت فيها بحال بغيت نقول لكم 10 ديال البريوات بالشابلور. وكيفاش كنعدلوا بريوات بالشابلور؟ كنشدوا بيضه كنفقصوها فقصوها ونخلطوها مزيان، وكنشدوا البريوه ديالنا وكندهنوا فيها البيض وكنحطوها على داك الشابلور حتى كتعمر بالشابلور مزيان. وصافي بحال هكا الطريقه ديال الشابلور بالبيض، وزعما باش تجي داك اللون محمر بحال اللي كيبان في الزنقه. بديت كنعمر في البريوات كيف ما قلت لكم. كنعمل الحشوه، راه كنعمل بزاف د الحشوه، ما كنعملش شويش. كنعمل الحشوه في البريوه باش كتجيني بريوه منفوخه وكتجيني عامره. هنا غادي نبدا نجمع البريوه ديالنا. انا ها كيفاش كنجمعها بحال هكا، وكنجي القناه كنبرك في داك القنت هكا باش ما كتخرجليش البريوه. وكنلوي عاوتاني كنمشيو للقنت الاخر اللي الفوق. هو غنوريه لكم. كنبقى نقاد البريوه ديالنا، كنشد القنت الاخر حتى هو كنضغط عليه وكنمشي عاود الاخر عاوتاني. كنبقى غادا حتى كنكمل معاها. ملي كنبركو على داك القناه كتجي البريوه مجموعه مزيان وكتجي مقاده، وكتجي هي هذيك ما كيخرجوش حتى الحشوه ما كتخرجش. وكنعملوا الحشوه كنعملوا فيها ديك الطحين باش كنجمعوها. ولا خرج لكم شي جوانب راه يمكن لكم تدخلوها في ديك اللعيبه اللي كتبقى، كندخلوها فيها باش هكا ما كتخرجش. الا قلت لكم كيفاش تدخلوا راه تدخل، ما بقات لكم شي اما كتقطعوها بالمقص اما كتخلوها. المهم هي البريوه كتجي مقاده زوينه مجموعه. وهاد الورقه هذه كيف ما قلت لكم راه ماشي بحال الورقه اللي كتقد في المغرب. راني بغيت نقدها في الدار ولكن صراحه المقله ما عنديش مقله اللي غادي تقد لي بريوه. صافي كنكمل الحشوه على ديك الورقات كاملين حتى للنهايه. انا صراحه البنات دائما كنعدل غير شويه، يعني كنعمل ديال 3 ايام باش كومسا. بحال دابا هادو غنطيبهم اليوم كنخلي عاوتاني واحد شويه في الثلاجه، ما كنديرهمش للفريغو. كتبقى لي 20 بريوه كنديرها في الفريغو، والاخرى كنخليها غير في الثلاجه باش غدا كنولي نطيبها. شوفوا البنات البريوه كيفاش كتجي مقاده معدله مزيونه. كنتمنى يعجب لكم هذا الفيديو، كنتمنى يعجب لكم هذه الطريقه ديالي. انا اخر وحده وقيله كتحط هادشي ديال الحشوات. المهم كيف ما قلت لكم كنجي كندهنها بالبيض، كندهن هاد البريوه كامله بالبيض باش كنعملها في الشابلور. المهم انا راني طيبتها كيف ما قلت لكم في الاير فراير. راه في الفران راه طبعا هتجي مزيونه. في الاير فراير ماشي بحال الفران. الاير فراير الطريقه ديالو ديال الطياب بوحديتها. كندردر عليها البيض، كندهنها مزيان بالبيض صافي، وكنحطها على ديك الشابلور باش كتلصق فيه، باش كتجي حتى اللون ديالها كيجي مذهب. ومن بعد ملي كتحطوها على الفران طبعا ولا الاير فراير، انا من الفوق منهم كنعمل فيهم شويه د الفرماج باش كتجي هكا مزوقه. وتا ديك الفرماج نطيب في الفران راه كيجي مزيون. صافي غادي نكمل هاد البريوات ديالي بالشابلور ونوري لكم النهايه كيفاش كيخرجوا. بغيت نعمل عليها الفرماج بحال هكا باش نشوفها كيفاش كتجي
شوفوا البنات حطيتهم نيشان في الاير فراير. هاد الاير فراير عندي ما كتلصق ما والو، واخا ندير كاغيط ولا ما نديروش نفس الحاجه. بالعكس ملي كندير الكاغيط وديك السخونيه ديال الكاغيط وكيبقاو عندي تما في الاير فراير كيبردوا، ديك الكاغيط كيفزق وحتى هما من الظهر ديالهم كيفزقوا. فنيشان كنعملهم في الاير فراير بحال هكا. هما كما قلت لكم كنحط عليهم فريميجات بحال هكا باش كتجي من الفوق مفرمجه وصافي. وكندخلها طيب في الاير فراير حتى في الفران. انا قلت لكم حتى في الفران راه كتجي زوينه، ولكن الاير فراير دغيا كيطيبهم. وهذه هي الاير فراير اللي عندي، راه ديجا بارطاجيتها معكم وكيفاش كنطيب فيها البريوات. انا مود كنعملها، راه كنعمل مثلا انا غنطيب لتحت غنبرك في بجوج وغادي نجي البيك. كيف ما كتشوفوا هاد الاير فراير فيها 6 لي مود. البيك هو اللي ديال المعجنات، وغادي نعمل ستار فيها 160. غادي نعمل 180 وهي كتكون زعما ملي كتفتحها كطلع لك 160 180 وربع ساعه. وكنعمل ستار مره كنطلل عليهم ملي كيتحمروا صافي راه هما واجدين. وصافي البريوات ديالنا واجدين. نتمنى يعجبوكم، ما تنساوش ديروا لايك وبارطاج. بسلام عليكم. المهم هكا كيجيو البريوات، راه كيجيو فنين غزالين، وحتى الديكور كيجيو غزالين. غير خصكم زعما اللون ديال الشابلور. ومهم شوفوا كيفاش كيجيو معلكين. تهلاو في راسكم. باي باي وعيد مبارك سعيد يدخل لكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. انا اخر وحده كتحط طبعا المعجنات، ولكن راه تحتاجهم في شوال الناس اللي كيصوموا شوال.